ازاي تجيب الام 4 التلجي مجانا؟ طب ركز بقى في الكلام اللي جاي ده عشان مهم قوي. طبعا مفيش حاجه اسمها امشي ورايا بالخطوات وجمع هنا مبروك عليك الام 4، لكن بنقول لك على بعض الخطوات اللي انت تمشي عليها بنسبه كبيره تقوي حظك وانت بتفتح اي صناديق. حتى لو مفيش ام 4 تلجي يطلع لك حاجات جامده جدا، وبنسبه كبيره هتطلع الام 4 التلجي. وطبعا الكلام ده مش بجيبه من عندي، انا بتفرج على لايفات اجانب، لايفات ناس كتير بتفتح صناديق، بحاول اجمع لك عملوا ايه واقدم من هنا واخر من هنا. وعايز اقول لك في خدعه جديده كذا حد عملها طلع له ام 4 تلجي. وزي ما قلت لك في الاول وفي الاخر ده حظ، لكن احنا يا عم بنقوي حظك بحيث حتى زي ما قلت لك لو مفيش ام 4 هتلجي يطلع لك حاجه حلوه بدل عمل السيرفر اللي انت زهقت منها. فاتمنى تنزل تحط لايك على الفيديو ده، عايزين نوصل الفيديو ده اكتر من 2000 لايك، بنرد على كل الكومنتات. وان شاء الله الفيديو القادم طريقه شحن شهادات بابجي بطريقه مبسطه وهتعجبك قوي، فاتاكد انك مفعل زر الجرس عشان تشوف الفيديو اول ما ينزل. المهم عشان ما نطولش عليكم ركز معايا في الخطوات. الخطوه اللي بنقولها في كل فيديو دي معروفه، عايز اقول لك العبد لله اول واحد في المجال ده قالها وكله خدها. طبعا الناس كانت مفكره ان انت مثلا عشان تفتح على الصندوق الكلاسيك وتجيب الام 4 التلجي تفتح في اي وقت، لكن من كتر ان انا بسمع ناس كتير قال لك التوقيت اللي الناس بتنام فيه او التوقيت اللي الناس في الدراسه فيه، اللي هو من الاخر كده عدد قليل بيكون فاتح اللعبه، بيطلع لك حاجات جامده وبنسبه كبيره بيكون الام 4 التلجي. طبعا دي الخطوه اللي عايزك تمشي بيها. اي صندوق عامه مش شرط كلاسيك، مميز، امداد، اي صندوق افتح فيه توقيت متاخر وقلناها قبل كده. طبعا الام 4 التلجي كان نزل في امنيه، والصراحه قلت استغل موضوع الامنيه ده، ناس كتير استفادت بالام 4 التلجي. للاسف موضوع الامنيه ده اتشال من عندنا. طب نعمل ايه يا محمد؟ عرفنا اول خطوه. تاني خطوه اللي محدش هيقول لك عليها، حط الام 4 التلج في المفضله. واحد روش هيكتب لي في الكومنتات هحطه في المفضله هيطلع لي يعني في اسقاط جوي. اقول لك يا صاحبي لا طبعا، اسقاط جوي ايه؟ انت كده بتحلم، ده نوم العصر. امال ليه اسقاط جوي؟ ده اي حاجه في المفضله حاجات معينه يعني اللي بنحطها في المفضله عشان تطلع لنا في اسقاط جوي. عايز اقول لك يا صديقي انك تحط حاجه معينه انت حاببها في المفضله من اسمها، انت بتفضل، انت حابب الام 4 التلجي. لما انت تحطها في المفضله وتيجي تفتح صناديق كلاسيك كتير، انت كده بتعرف اللعبه ان الحاجات دي انت بتفضلها، فمع كتر فتح الصناديق بتطلع لك الام 4 التلجي. طب هل انا بالف الكلام ده كله؟ زي ما قلت لك انا بتفرج على لايفات اجانب بيعملوا ايه، متخصصين يجيب الام 4 التلجي وحاجات اسطوريه اللي بتنزل على طول. فامشي معايا الخطوات واحده واحده، ولو انت قدمت حاول رجع ما تفوتش ثانيه من الفيديو. تمام، معانا حاجه جديده بقى يا صديقي. لما تيجي تفتح على الصندوق الكلاسيك وعايز الام 4 التلج، حتى لو ما فيش ام 4 التلج يطلع لك حاجه جامده جدا. وزي ما قلت لك بنسبه كبيره الطريقه اللي هقولها لك دي بتطلع ام 4 تلجي. ما تعملش موافق. يعني ايه؟ تعال اقول لك. اشوف بس معايا صناديق كلاسيك ولا لا. معايا اهوت صندوق، ده امداد، ادي معانا صندوق كلاسيك. اجمعه واقول لك ايه اللي بيحصل. نشوف كده. اوكي يا صديقي، نخش على استخدام. ركز بقى. طبعا مبدئيا كده من قبل ما تعرف اي خطوات في دماغك، ومعاك على الاقل 20 صندوق كلاسيك، دي حاجه مهمه. معاك 3 4 صناديق، جمع صناديق يا صديقي وامشي بالخطوات معايا. المهم تفتح كده. تمام، انت دلوقتي نفترض ان انت معاك طبعا 15 20 صندوق. سيبك من امنيه، هنا عايز تحطه في الامنيه. طبعا موضوع الامنيه اتشال معانا. هنا تفتح كده. ركز بقى في اللي جاي ده. طبعا انت استغربت ايه ده؟ من اول صندوق معانا. ركز بقى، تدوس مثلا حتى لو طلع لك حاجه وحشه تدوس على اغلاق، ما تدوس على موافق، تدوس على مره اخرى، اللي هو تدوس على مره اخرى. لو دوست على موافق هيخرجك وتفتح تاني، تدوس على مره اخرى، ما تدوس على موافق اللي هو يخليك تفتح على طول. بنسبه كبيره هتجيب الام 4 التلجي. طبعا حد يستغرب يا عم ايه السكن اللي جامد اللي طلع لك ده؟ يا صديقي زي ما قلت لك اهم توقيت الساعه كام؟ الساعه عندي 3:41 فجر، اللي هو الناس كلها نايمه دلوقتي، الفجر فاضل له دقايق ويدن.
فالناس حاليا نايمه. تمام، امشي بقى معايا بالخطوات اللي جايه، لان اللي جاي بردك مهم. انا جاي اديك كلام والله العظيم ما حد قاله لك. ربك يعلم الفيديو ده انا بجهزه في قد ايه، او انا قعدت كام يوم اشوف هنا واعيد هنا واخر في اللايف واعمل ايام يا صديقي عشان اطلع لك فيديو زي ده. ركز بقى في اللي جاي، واللي جاي ده انت هتقتنع بيه والله العظيم. طبعا اكيد كلنا لينا صديق بقاله فتره ما فتحش اللعبه، صح؟ طبعا ايام امتحانات او ايام دراسه، ويوم لما فتح اللعبه والصديق ده بيلعبها كده عادي، اللي هو بنسميه صديقك البوت، هوبا فتح معاه 3 4 صناديق كلاسيك، فتح طلع الام فور التلجي. حتى الشعار كده مسميينه كمصريين، يقول لك ايه؟ لما تبقى بوت ومعاك ام فور تلجي. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انت لو سبت اللعبه فتره، تمام، وجيت فتحت يا صديقي، بنسبه 88% بتحصل على ام فور تلجي. ليه اللعبه بتعمل كده؟ اللعبه طبعا دي خوارزميات في اللعبه، تمام، ان الشخص ده بقاله فتره ما بيفتحش. طب ما نديله حاجه جامده عشان يكمل. ايه ده نطلع الام 4 تلجي، ده انا اكمل والعب بقى واعيش. انت فاهمني؟ حاجات اللعبه يعني يا جماعه مش حاجه على السطر 1 2 3 4، لا ده لعبه في الاول وفي الاخر. اتمنى تكون فاهم. زي ما قلت لك، لو انت مثلا ليك حساب تاني، حاول تقفل حسابك على الاقل 15 20 يوم وجرب افتح يا صديقي. طبعا ممكن تفتح ما يطلعلكش حاجه، لكن احنا بنقول لك الاحتمالات. زي ما اقول لك انا بجمع لك كذا تشكيله. معانا بردك حاجه مهمه جدا جدا جدا، شفتها اول امبارح كده وانا بتفرج على لايف شخص مش عارف اسمه جار حاجه كده، امريكاني او ايطالي مش فاكر، في اللايف بتاعه عمل ايه؟ هو بيفتح الصندوق. يعني مثلا تعالى بس ندي مثال كده، انا اكيد معايا صندوق امداد، ندي مثال على الامداد كده. نفتح كده، انا احب اكون إيه معاك عملي. فتح يا صاحبي كده وعمل موافق وخرج على طول، اللي هو ما خلوش يفتح. انت فاهمني؟ ما استناهوش ان هو يفتح، اللي هو عمل فتح صندوق وخرج خرج خالص من لعبه بابجي. فتح والله جاب الام فور تلجي. اللي هو ازاي يا عم؟ وبعد كده طلع له حاجات جامده، اللي هو ما تديش اللعبه ان هي تطلع لك حاجه. اللي هو فتح، وعلى فكره عشان اكون صريح معاك، هو فتح 10 صناديق، اللي هو 10 صناديق مره واحده، ما فتحش صندوق. اللي هو كان معاه 10 صناديق، فتح وخرج خالص من جوه اللعبه وفتح، لقى نفسه مش عارف جاب بتاع قبعه ومن ضمنها سكن ام فور تلجي، وقررها تاني طلع له بردك حاجه جامده. تمام، انا بردك حاجه مهمه جدا جدا وعايزك تركز معايا. ما تبقاش تلعب جيم وثلاثه واربعه وبقالك 3 ساعات بتلعب جوه اللعبه ولما تخرج تفتح الصناديق. خلي على الاقل بينك وبين فتح الصناديق 3 ساعات ما لعبتش بابجي موبايل. اللي هو من الاخر عشان تفهم، خلي الاستفتاحه فتح الصناديق. ما تكونش تلعب بابجي 3 4 ايام ولا حاجه وتيجي تفتح صناديق، لا، خلي الاستفتاح يا صديقي فتح الصناديق. عايز اقول لك انا بتعب جدا عشان اجيب لك حاجات زي دي. عايز اقول لك بعد الفيديو ده هتلاقي ناس كتير خدت كل الكلام اللي بقوله، لكن اتمنى تذكرني. انا بتعب، يعني انا بتعب عشان اجيب حاجات زي دي. اتمنى تذكرني يا عم، ده انا خدت من كذا، بعمل كذا زي ما انا بعمل. يعني انا لو واخد معلومه من شخص وانا خدت من فلان، زي ما قلت لك انا شخص معاك كده بسيط والله العظيم. اتمنى لو جيت لحد هنا حط لايك على الفيديو، حط اشتراك، انتظر الفيديو القادم. يعجبكم قوي، خلي بالكم من نفسكم، في رعايه الله، السلام عليكم.